حليها ما نوبالي، حليها ما نوبالي. راح نعمل هريسة بالقرفة، المحشية بالقرفة. عندنا للهريسة كوبين وربع سميد خشن، كوب وربع سكر، كوب جوز هند، ربع كوب قطر، ربع كوب سمن مذاب، وكوب وربع ماء ساخن، ملعقة كبيرة حليب بودر، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة فانيلا. للحشوة عندنا كوب جوز هند خشن، ملعقتين قرفة. وراح أعلمكم كمان اليوم كيف راح نسوي هذا القطر تبع الهريسة. 5 أكواب من السكر، كوبين ونص ماء، رشة ملح ليمون. نبلش. نبدأ الخطوة الأولى، راح أنزل بالسكر، راح أعمل القطر أنا في المرحلة الأولى، وراح أنزل عليهم بالماء على طرف المعلقة ملح ليمون، وبحركهم من أولها مع بعض. راح أذوب السكر وراح ننتقل هسه للخليط. راح أضيف السميد الخشن، وراح انزل عليهم بالسكر والحليب وجوز الهند والبيكنج باودر والفانيلا. راح انزل في السوائل القطر والسمن عنا المذاب، وراح انزل عليهم بالمي الساخنه، وراح احركهم. راح نتركهم من 8 ساعات وطالع. وبحاول دائما في الهريسه اللي بقرفه بالذات تكون الطبقه السفليه رقيقه. بكون انا محضر جوز الهند اللي هو الحشوه وخالطه بالقرفه، وراح انزل على الطبقه الاولى. الخطوه اللي بعد هيك وبحاول ابل ظهر الصينيه وبفرد الكيس، وراح اخذ اجزاء وافردهم للوجه. متابعينا اذا في اي سؤال حابين تسالوه للشيف عن الوصفه يا ريت تخبرونا اياه في كومنت. هيك اخواني صارت جاهزه عنا، دائما بتسموا وبتعملوا هاي الحركه. هيك 90% صابت. شو بسوي؟ بسحب الكيس. لا لا براحتي. ايوه خلص انا فارد العجين. القطر جاهز، وهي الوصفه بدها قطر سخن. القطر وراح نقطعها. طبعا ما بنقطعها لتحت، راح نعلم تعليم بالسكين بس الطبقه الفوقانيه، وادخلها على الفرن على درجه حراره 200 لمده 35-40 دقيقه. لما تاخذ معنا لون من فوق ومن تحت راح اورجيك كيف هسه راح اطلعها واقطعها واحليها. الله. هاي طبعا صينيه انا دخلتها على الفرن قبل ما نفوت على الهواء. هاي اخذت معنا تقريبا للامانه 40 دقيقه على درجه حراره 200. راح انزل عليها القطر، هي سخنه والقطر سخن. لازم يكون شيف القطر سخن في هاي الوصفه لازم يكون سخن. صحتين وعافيه اللي راح يذوق هاي، ولا اللي راح يطبق واحده مثلها ويبعث لنا اياها بالتعليقات، او يعملها ستوري ويشارك معي، او يبعث لي اياها مسج انا بشارك له اياها.